احلى كفتة هتعمليها في حياتك بجد. جربي الطريقة دي هتدعيلي عليها. طريقة تسوية بقى جديدة، اي حد بقى بتنشف منه الكفتة، بتتحرق، بتلزق في الصينية، ما بتستويش، تعالي اقولك على طريقة تسوية هتعجبكم جدا. انا هنا جبت نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليهم بصلتين كده وضربتهم في الكبة. خلاص، نزلت بمعلقتين صغيرين من بهارات الكفتة، ومعلقة ممسوحة من الملح، ومعلقة ممسوحة من الفلفل الاسود، وبيكنج باودر. يبقى معلقتين من البهارات الكفتة صغيرين، كل المعالق صغير، ومعلقة والملح والفلفل والبيكنج باودر معلقة ممسوحة. خلاص، هندعك بقى كل الكلام ده حلو قوي كده لغاية اما نحس ان البصل اختفى معانا. وطبعا عشان عجينة الكفتة لازم تبقى مضروبة وشين. هنا اللحمة المفرومة كانت وش واحد، فانا بعد ما عجنتها كده بايدي هرجعها بقى الكبة لغاية اديها الوش التاني لغاية اما تنعم معانا وتبقى يعني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هعمل بقى كل الكمية. انا هنا ايه، خدت حبة حبة كده على قد الكبة لغاية اما نعمتها كده، وبعدين هديها لفة بايدي كده لغاية اما احس ان الكفتة امسكها كده بايدي، يعني امسكي حتة كده تفتحيها تلاقي العروق بقى دي طلعت. خلاص كده العجينة كده ممتازة، واحلى كفتة عملتيها على ايدك ومضمونة ضمن اللحمة، وطعمها بجد خطير. يعني من احلى المرات اللي هتاكلي فيها كفتة في حياتك على ما اعتقد يعني. بس خلاص، خلصنا بقى كل الكمية كده. انا هنا ايه، مش هعملها في نفس اليوم، فانا يعني حطيتها كده في كيس وهرفعها الفريزر. وقت ما تنزليها بقى بتبقى جاهزة معاكي وبيبقى طعمها تحفة. هتعمليها في نفس اليوم، دخليها التلاجة، لازم تتشمع مش اقل من ساعتين، لازم تخشي التلاجة كده تستريح وتتشمع، تطلع معاكي تحفة. خلاص، انا هنا طلعتها بقى من الفريزر. انا هنا طلعتها تاني يوم يعني ما اخرتهاش في الفريزر. وجبت بقى صينية، الصينية اللي احنا هنسوي عليها لازم تبقى صينية مربعة كده، وهجيب خلل الشيش طاووق. وهنا بقى تركاية مهمة خدي بالك منها. انا هنا لما امسك الكفتة واجي اسمخها كده على عصاية الشيش طاووق دي، لازم اخد كمية كبيرة بحيث اما افردها ما تبقاش رفيعة، فلو رفيعة هتنشف وممكن تقع منك في الصينية، لان احنا هنحطها واقفة كده هنسويها يعتبر على البخار. بصي اهي، بصي انا مهما هزها ولا بتتحرك ولا بتقع ولا حاجة. ليه؟ عشان حتى كمية لحمة مناسبة على الخلة، ما تحطيش حته صغيره او رفيعه تقع منك. خلاص، هحط بقى في الصينيه كده حوالي كوبايه ميه، علشان ايه، لما ندخلها الفرن الميه دي تتبخر على الكفته فتفضل معانا طريه وجوسي زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. خلاص، يبقى هنا التركية المهمة ان انت لما تيجي تاخدي حتة من اللحمة كده تحطيها على العصاية الشيش طاووق دي، تبقى ماسكة نفسها كده وتخينة الى حد ما شوية. خلاص، هنعمل بقى كل الكمية كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها، وهنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200. الفرن لازم عندنا يبقى حامي. هدخلها في الرف اللي في النص. خلاص، بعد 10 دقايق هروح مشغله الشوايه 5 دقايق، يبقى 10 دقايق من تحت، وفتحه او فتحت الشوايه 5 دقايق، يبقى قعدت في الفرن كل التوتال قعدت ربع ساعه. ركزوا بقى الناس اللي بتقولي إيه التسويه والوقت قد ايه، اديني قلت 10 دقايق في الرف اللي في النص من تحت، وبعدين الشوايه من فوق 5 دقايق، وطلعتها يبقى التوتال ربع ساعة. طلعتها بقى كده، شلتها من الخلل، يعني من الخلل اللي انا كنت عاملاها، رصيتها في الصينية. طبعا المية اتبخرت والصينية بقت ناشفة، وجبت كده فحمية وحطيت عليها شوية زيت وعملتها بايدي. انا ما غطيتش هنا الفحم عليها، عملتها بايدي كده بجد. هتاخدي احلى كفتة ممكن تدوقها في حياتك. بصي، طرية وجوسي واكنك عاملاها على الفحم من غير بقى ولا شواية ولا حاجة. والناس اللي كانت بتشتكي انها بتنشف منها او بتتحرق، لا، الطريقة دي بقى هتطلعها تحفة كده زي ما انتوا شايفين، وطرية ومتماسكة وطعمها بجد خطير. انت بقى عايزه تعمليها جنب اي حاجه، عايزه تعمليها جنب رز، جنب مكرونه. انا كمنى بفضل سندوتش الكفته اللي انتوا شايفينه ده، بجيب فينو كده واحط فيه جرجير واحط عليه طماطم، وطبعا عاملين سلطه الطحينه. ده بالنسبه لي سندوتش مفضل. بصوا طعمها خطير، هتدعولي عليها بجد.